من بينهم ليفربول، صراع ثلاثي إنجليزي على ضم لاعب بروسيا دورتموند. نجم ليفربول السابق محمد صلاح في المركز الثاني بين أساطير ليفربول. قبل ما ندخل على التفاصيل ما تنساش تصلي على أفضل الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن هناك صراعا من جانب ثلاث أندية إنجليزية ومن بينهم ليفربول على التعاقد مع نجم بروسيا دورتموند في الصيف القادم. وارتبط نجم بروسيا دورتموند بالانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية ليكون جزءا من صفقة انتقال جادون سانشو إلى النادي الألماني والذي انتقل على سبيل الإعارة. وأفادت شبكة مترو البريطانية أن كل من ليفربول وأرسنال بالإضافة لمانشستر يونايتد لديهم رغبة قوية في التعاقد مع دونيل مالين مهاجم بروسيا دورتموند. وتابعت الشبكة البريطانية أن المهاجم الهولندي قد أبدى رغبته في الرحيل عن بروسيا دورتموند مع نهاية الموسم الحالي، حيث شارك دونيل مالين في هذا الموسم في 33 مباراة مع بروسيا دورتموند في جميع المسابقات، واستطاع أن يسجل 13 هدفا وقام بصناعة 3 أهداف. وفي حال وصول عرض يتجاوز 42 مليون جنيه استرليني من أحد الأندية الإنجليزية سيكون ذلك كافيا لموافقة إدارة بروسيا دورتموند على رحيل اللاعب. أشاد مدافع نادي ليفربول الأسبق فيل تومسون بالمستوى المذهل الذي يظهر عليه جناح الفريق النجم المصري محمد صلاح رغم الإصابات التي عانى منها مؤخرا. ونجح النجم المصري محمد صلاح في الوصول إلى الهدف رقم 21 في الموسم الحالي، وصنع 13 هدفا آخرين في 32 مباراة في جميع المسابقات في هذا الموسم محليا وقاريا. وتحدث تومسون عن محمد صلاح في حواره عبر شبكة توك سبورتس البريطانية وقال: أعتقد أن أرقامه وإحصاءاته تتحدث عن اللاعب. بالنسبة لي أضعه في المركز الثاني ضمن أساطير ليفربول بعد السير كيني دالجليش. واستمر في حديثه قائلا: أعلم بأنه تغيب عن بعض المباريات مؤخرا ولكنه لم يتعرض لأي إصابة على الإطلاق رغم صعوبة مباريات الدوري الإنجليزي. واختتم تصريحاته قائلا: لقد حافظ محمد صلاح دائما على مستواه الفني وكذلك المستوى البدني. أعتقد أنه لاعب استثنائي قام بكل شيء من أجل الاستمرار على هذا الأداء المميز. تألق محمد صلاح وثبات مستواه لم يأتي من فراغ. وبكده بنكون وصلنا لنهاية جميع أخبارنا النهاردة. اتكلمنا معاكم عن الصراع الثلاثي الإنجليزي بين أرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد على مهاجم بروسيا دورتموند في الصيف القادم. وكمان اتكلمنا معاكم عن تصريحات مدافع ليفربول وأسطورة ليفربول السابق عن محمد صلاح بعد تألقه مع ليفربول في الفترة الأخيرة. فلو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة، ونشوفكم إن شاء الله في فيديوهات تانية قريب. سلام.